اهلا بيكم في كايرو جاردن. في البدايه مبروك، احنا عدينا 2000 مشترك. شكرا ليكم كلكم على الاشتراك، واتمنى نفضل نديلكم معلومات ونفيدكم. النهارده هكلمكم عن الطماطم برضو. زي ما انتم شايفين البذور دي انا كنت حاططها جنب الشباك وطلعت. المرحله اللي بعد كده هي نقل البذور دي، لان هي لو فضلت بالشكل ده الجذور هتدخل في بعضها. ده نوع البذور اسمه سان مارزانو. هندخل في المرحله الثانيه وهي نقل البذور. دلوقتي اول ما البذور بتطلع عندك محتاج ان انت تستنى عليها لغايه الورقه الثالثه، يعني لغايه اول ما بتطلع ثالث ورقه او رابع ورقه بتبدا تفكر في نقلها، علشان طبعا تلاقي ارض اكبر وتكبر. دلوقتي انا هكلمكم على التربه. احنا شرحنا التربه دي قبل كده، لازم تكون تربه مناسبه. انا هحط اللينك دلوقتي هنا على الشاشة عشان لو عايز تدخل تتفرج على الفيديو بتاع التربة. المرحلة دي انا بس بحط الشاليات الصغيرة زي ما انتم شايفين كده، شاليات صغيرة علشان افرق كل واحدة منهم، كل نبات منهم ينمو في ارض لوحده، في شالية صغيرة لوحده. العملية دي عملية سهلة جدا، بتحتاج بس اهم حاجة بالنسبة لي هي التربة. المرحلة اللي بعد كده هي نقل النباتات. بالراحة جدا هتقلب الشالية، هتحط الشالية زي ما هي كده على طينة. بالراحة جدا بتفك الطينة من بعضها من غير ما تقطع الجذور. زي ما انت شايف في الصورة انا مش بشد جذور ومش بشد النبات، انا بس بوسع الطينة وبالراحة بهز ايدي كده لغاية لما الجذور تفك من بعضها. انت مش عايز في المرحلة دي ان انت تقطع الجذور. هتحط الرملة، كل ده انا ما لمستش النبات خالص، بمسك النبات من الورقة الاصلية اللي هي الورقتين الاولانيين بتوعه، وبحط الطينة وبعدين بضغط عليها لغاية لما تمسك نفسها. بضغط عليها بصباعي كده زي ما انت شايف في الفيديو وبس، وبكرر نفس الكلام ده لبقية الزرع. طبعا انا سرعت الفيديو عشان ما زهقكوش، بس يعني ناس كتير طلبت ان هي تشوف الفيديو مرحلة مرحلة، فانا حاولت اعمل فيديو كامل علشان تشوفوا كل الخطوات. لو هتلاحظوا هنا انا مش بمسك الزرعة من الجذع بتاعها، ومش بمسكها من الاوراق الجديدة، انا بمسكها من الاوراق القديمة اللي هو اول ورقتين طلعوا في النبات، في نبات الطماطم. نفس الطريقة دي برضو بتبقى في الفلفل في اي حاجة. وبرضو هنا بصوا الاخرام، لازم الاخرام اللي بتبقى موجودة في الشالية من تحت او في القصرية دي من تحت. طبعا دي مهمة جدا جدا علشان لما تحط مية للنبات ينزل كل المية بتاعته من الخرم ده. حاول برضو وانت بتحط الطينة تخلي بالك ان الطينة تكون خفيفة، ما تبقاش تقيلة، ما تبقاش زي الطمي، لان طبعا انا قلت قبل كده ان انا ما بحبش استخدم الطمي. الطمي في عملية زي دي اللي هي نقل النباتات ممكن يقطع الجذور بسهولة يعني. وبرضو الطماطم دي انا وريتها لكم لما كبرت شوية في الفيديو اللايف بتاعي، فلو عايز تشوف الفيديوز اللايف اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف الفيديوز اول ما اعملها. تاني حاجة بعد كده انت بتحط مية. هنا طبعا انا ما عنديش رشاشة خفيفة، فطبعا رشيت بدي، ودي تقيلة شوية على النباتات الجديدة، فبحاول بس ما تخليش الورق يلزق في الطينة، يعني بس زي ما انا بعمل كده بالراحة كده تخليها صاحية، يعني ما تلزقش في الطينة، او ترش برشاشة خفيفة. ودول بعد ساعة طبعا كل النباتات رجعت فائت كده وكله بقى كويس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو، وسبسكرايب او اشترك في القناة علشان طبعا تشوف كل الفيديوهات الجديدة. وسؤال النهاردة هو حابب الفيديو اللي جاي يبقى عن ايه؟
ولو عندك اي سؤال او طلب حطه في الكومنت. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن.